أعزائي المتابعين، متيم لقد باك. حينما كنتم أعزائي المتابعين، متيم بن عبد الله في هذا اليوم الرائع والجميل. اليوم جبنا لكم شيء مختلف بالعادة. متيم بن عبد الله يجيب أشياء عن أمريكا، أشياء في أمريكا، أشياء تلقاها في أمريكا، أشياء تحصلها في أمريكا، أشياء تجدها في أمريكا. كل الكلمات لها معنى واحد، ولكن اليوم وصلني صندوق مش من أمريكا، بل هذا الصندوق من اليابان. الصندوق هذا يحتوي على عدة أشياء تؤكل. اليوم راح نجرب جابانيز كاندي أو حلاوة يابانية. طبعا هذا الصندوق اللي وصلني اليوم من شركة توكيو تريت، شركة معروفة في عالم السبسكريبشن بوكسز، الاشتراكات اللي تجيب لك صناديق شهرية. وصلني منهم اليوم الصندوق البريميوم أو أعلى صندوق موجود عندهم أو أكبر صندوق. هذا الصندوق فيه تقريبا 18 ايتم أو 18 شيء، منها كاندي، منها يعني أشياء كذا الزبدة. ما أدري أنا بصراحة وش داخل الصندوق. تحته كذا خط طلة سريعة، ولكني ما دققت وركزت على شنو موجود داخل. في هذا اليوم راح نشوف شنو داخل الصندوق، راح نجرب بعض الاشياء اللي موجودة في الصندوق. اول شيء موجود بالصندوق هو هذا الشيء. ما اعرف صراحة شنو هذا الشيء، مكتوب بشكل عام بالياباني في كل مكان، ولكن مكتوب لوتي شوكولات باي. ما ادري صراحة وش هو بالضبط، لكن مثل ما هو موجود هنا مبين انه من داخل فيه شيء اخضر. شنو هذا الشيء الاخضر انا ما عندي اي خلفية، ولكن راح نفتح ونجرب. واضح اني مو افضل واحد يفتح علب في الدنيا مثل ما احنا نشوف هنا. واو، صراحة مرة رهيب، مرة رهيب. انا ما ادري صراحة وش الاخضر هذا اللي داخل، ولكن طعمه حالي من برا هنا ممسوح بسكر او في شيء حالي. 8.5 من 10 ياخذ. شوبستيكس بصراحة مرة حلوة، الكواليتي حقها باين مرة كويس، شكلها مرة حلو. شيء حلو بتلقاه في الصندوق موجود. طبعا هذا الصندوق حق شهر ابريل، اذا احد منكم اشترك خلال هذا اليومين راح يوصله صندوق ماي، اذا ما لحق ينتظر للشهر اللي بعده عشان يوصل الصندوق. فتشوبستيكس ما اتوقع اني بستخدمها وانا اكل اي شيء من الكانديز. نكمل. هذا ما ادري وشو صراحة، حتى شكله صاير لا يوحي بانه اي شيء صراحة، فبفتح واشوف. هذا حلاوة ما ادري وش هو ولا وش طعمه ولا اي شيء عنه، بس على شكل ورود، فأتوقع أنه بيكون طعمه بطعم الورود يعني، ولكني ما راح أجربه حاليا. هذا الشيء الرابع معانا لهذا اليوم. طبعا مثل ما احنا نشوف هنا، ما أدري بصير شكله أنه كأنه شيء وردي ملفوف بورق الشجر، فأنا ما أتمنى بصراحة أنه يكون شيء ملفوف بورق شجر، ولكن ما تدري ممكن يكون شيء حلو، ف why not. ما له شغل بالصورة ليه؟ اوكي مو مشكلة. هذا طبعا شكله من داخل شوكولات ومن فوق وردي. ما ادري وش هو. من برا مرة حلو، بس من داخل فيه شيء هلامي، شيء كذا ما ادري وش هو، في نفس الوقت خشن لما تيجي تقطعه مرة خشن، فما ادري، لكنه حلو. راح اعطيها 6 من 10. الشركة هنا فيها اشياء كثيرة تحطها في داخل الصناديق، فطبعا هو يفرق من صندوق الى صندوق كم سعر وكذا وكذا. هذا هنا مكتوب بعض الاشياء اللي تطلع في الصندوق او ترجمه باللغه الانجليزيه. اوكي، في تشيبس، فراح نجرب التشيبس الموجود. هذا التشيبس الموجود طبعا مثل ما احنا نشوف صراحه حجمه مره كبير يعتبر. ريحتها تشبه بطاطس مرحبا، اتوقع كل العرب يعرفوا بطاطس مرحبا. مرة رهيب صراحة، على ملح في نفس الوقت مرة خفيف، مرة رهيب صراحة. شبه كبير من بطاطس كوكتيل اللي طلع معانا في ردة فعل الأجانب من شيبسات العربية الثاني، من بطاطس مرحبا بعد. في هذا الحلاوة، حلاوة الخواطم العادي، ما أتوقع إني بجربه لأن شيء يعني معروف. هذا أنا ما أدري وش هو، بس الظاهر إنه بسكوت على شاي أخضر. بأشوف وش هو، بأقرأ عشان أعرف. هارفت ريتش، ما أدري وش هو. كوتون كاندي، شعر بنات. ما ادري ليه صراحة محطوط في علبة كذا والحجم صغير، بس جينا للشيء اللي بيتجرب. في كل علبة يعطوك اياها لازم يحطوا لك شراب، وما شاء الله هذا من انتاج شركة كوكا كولا. شركة كوكا كولا هي اللي مسوية هذا الشيء طبعا.
بحاول اعرف شنو لاني تحمست اني اجربه. ميلك تي يعني هذا شاي حليب، يعني هذا كرك من انتاج شركة كوكا كولا وعلى كرز. فنجرب ونقول بسم الله. طعمه كأنه حليب فراولة وفيه شوية شاهي، بس طيب صراحة ما هو سيء يعني. بعطيه 6.5 من 10. هذا الشيبس ثاني اتوقع انه فشفاش شيء كذا صراحة، شكله صاير نفس شكل الشرمب او الربيان، ريحته ريحة ربيان. هذا شكله من داخل. طعمه مو مثل ما توقعت، طعمه حالي. انا كنت متوقع انه بيكون مالح رغم انه ربيان او شيبس، ورغم انه حالي ولكن طعمه حلو صراحة، لذيذ وخفيف مرة. 7.5 من 10. هذا الشيء حبيته ولكني ما حبيت اني اسويه حاليا. هذا يعطيك قوالب ويعطيك زي نفس الصلصال، وانت بنفسك تحط الكاندي اللي يشبه الصلصال في داخل القوالب وتسوي الكاندي الخاص فيك. فحلو ولكن بياخذ وقت صراحة مني، ممكن حلقة ثانية نجرب نسويه. هذا صراحة شكله يشهي. كاندي 4 نكهات و4 ألوان. راح أجرب اللونين هذول، أو راح أجرب لون واحد بس. هذا شكل حلاوة من داخل، في من ورا أبيض مدري ليه. طعمه صاير كريمي شوي، طعم الحلاوة كريمي شوي، مختلف عن أي طعم حلاوة أنا قد جربته قبل، ولكن بشكل عام لذيذ يعني، مرة لذيذ. هذا الحلاوة راح أعطيه 8 من 10. في هذا الشيء أتوقع إنه فيه جيلاتين، فلذلك ما راح حتى افتحه. وفي هذا الشيء ما ادري وش هو، بس مكتوب انه بيكلد شيء، يعني هذا شيء مخلل، ما اعرف وش هو صراحة. ودي اجربه وما ودي اجربه، فخلينا نجربه كاخر شيء اجربه في هذا الصندوق. اوه ريحته لا والله من جد مخلل صح. هذا هو طبعا، ما ادري هو، اتوقع انه شمندر مخلل او شيء كذا. بأجرب صراحة. انا عندي عقدة من الاشياء المخللة، ما راح اجرب. في عندنا هذا، بس ما لاحظت انه اغلب الاشياء في شيء داخلها اخضر، وهذا الشيء حالي. اتوقع ان هذا الثيم حق صندوق شهر ابريل. بما اني ما جربت في خل، بأجرب هذا بداله. واو نايس. من داخل اخضر، انكسر طبعا، اتوقع في الشحن انكسر. من داخل اخضر، من برا اللي هو من فوق اخضر، عفوا من برا اخضر من فوق، ومن تحت شوكولات عادي، ومن داخل محشي بنفس الطبقة اللي فوق اللي هي الخضرة. ابغى اعرف هذا الاخضر شنو. الناس اللي مهتمه في الكالتشر الياباني، مهتمه في هذه الاشياء، اكتبوا لي تحت في التعليقات هذا الشيء شنو. هذا 9 من 10، مره رهيب. طعمه فيه شبه من الكيت كات، بس انه مره احلى من الكيت كات. اخر شيء عندنا في الصندوق شوكولات، ومن داخل فيه نفس الشيء الاخضر اللي تونا شايفينه في اللي قبل. فما شاء الله بصراحه الصندوق فيه اشياء مره كثيره. فاذا اعجبتكم الاشياء هذه بصراحه يعني فيه اشياء مره كثيره. انا عن نفسي لاول مره في حياتي اجرب الجابانيز كاندي او الحلاوه اليابانيه، طعمها مو شيء كنت متوقع بصراحه نهائيا. فاذا اعجبتكم هذه الاشياء تلقون الرابط تحت عشان تشتركون. طبعا الرهيب في هذا الموقع اللي لاحظته دون غيره ان لجميع دول العالم فري شيبينج او شحن مجاني لكل صندوق تطلبه، يعني ما راح ياخذ عليك سعر الصندوق وهم سعر الشحن، لا الشحن ما هو محسوب، شحن فري. رابط تحت، رابط tokyotreat.com، رابط الموقع تدخل عليه اذا حبيت. في طبعا عندهم اكثر من باكج، اذا اعجبتك الباكجات اعجبتك الاسعار فيك تشترك وراح يوصلك شهريا صندوق من طوكيو تريت. فهذا اللي كان عندنا لليوم. لا تنسون احبتي لايك سبسكرايب وشير. وفي هذا اليوم راح نحط في صندوق السعادة $1 راح اوقع عليه واحطه في الصندوق عشان لا تشتري به شيء، بل تحتفظه عندك كذكرى من متيم بن عبد الله. كان معاكم متيم بن عبد الله. لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.